الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقف أيها الإخوة الكرام مع انقضاء العام الهجري ودخول عام هجري جديد، وكل هذه المواسم والأعوام التي تتجدد، وكل هذه الأعمار التي تنقضي إذن لنا بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، إنما هي طلوع ثم غروب، بمعنى أننا نسير من محطة إلى محطة أخرى لينتهي بنا الحال إلى دخول قبورنا، فيوفينا المولى تبارك وتعالى بأعمالنا. فالعبرة أيها الإخوة الكرام أن نستعد للقاء الله عز وجل. العبرة الثانية أن نحاسب أنفسنا في هذا العام الذي انقضى، وأن نجدد النية بإخلاص العمل الصالح في هذا العام الآتي. ثم لا بد أن نعلم كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولماذا، وما الطريق الذي سلكه، وما هي الأسس التي بنى عليها دولة إسلامية في المدينة، وبما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم حينما غادر هذه الحياة فترك الأمة الإسلامية على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الأخوة الأفاضل، أدناف الاثنين أول محرم، غرة محرم، أمنزو المحرم. أقول محرم يوم الشهر وميفكا رب العالمين عز وجل وقيمة القرآن يجعلت من الأشهر الحرم يسعى العناية رب العالمين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال في هذه الأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، 3 أشهر متتاليات، ورجب شهر الله الأصم المنفرد. سأل النبي عليه السلام شنو الأعمال اللي تتوافق الناس يشرح النبي عليه السلام صوم الحرم والطرد. الناس الأشهر الحرم الأعمال اللي توافق السنة أن يكثر الإنسان بالصيام، صوم الحرم والطرد، صوم الحرم والطرد، صوم الحرم والطرد. هذه الوصية للحديث الصحيح يكفى النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة. ما ياس أيها الإخوة الكرام رأس السنة الهجرية واش غادي اسم كثير؟ غادي اسم كثير ثمزبروث أشهر السمان السنة الهجرية، لخاطر السواس يجروجا ويشرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المدينة. هذه السلسلة في الإسلام الإيمانيس أشهر هجر النبي صلى الله عليه وسلم، شهر دي مصاب ربي عز وجل في الهجرة، أشهر دي حرام ربي عز وجل يسلم ويتهجر هما سين السلام، أشهر لا قد سير الهجرة العزيز السلام ذاتي الحياة وكيف نبدأ بسوالو. ما لدس الهجرة هذه السلسلة الإيمانيس عندها يدي روح، عندها لله
أشوف يتصرفوا بزاف. هكا في العهد السليماني أغلب تعيشي محطات، أغلب تعيشي القران السمانات والسام والسواسل والسام والغام. الأمور اللي كمال يفكا أخذ رب العالمين العبرة يوكنا الزار باللي دوني ثانية ذا المعدوم حاشا لرب العالمين جل جلاله ويمير آل الذوب. وهي الأمر والسين الأمر والسنثاء إذا قد يعلم الإنسان أشوف يترجون أن يعلم الإنسان الإسلام الرحمة الهداية التوفيق يقضي الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة أشوف وجه النار كل دين السلمان ورب العالمين عز وجل اتجاه هذه الرسالة. أن علم كذلك يترجو يا الناس يا نسبنا رب العالمين عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الوقفات الأربعة أيها الإخوة الكرام النظر في ظرف 6 دقائق. الوقفة الأولى هي وقفة عظة واعتبار. الوقفة همز ونص للوقفة للعظة لابد الاعتبار. بلد يسوس كواس يروح يسد وير تسد الجمعة في 6 أيام يشرط يطيش ثمدي صغار إلى قد يحصل عبد الإسلام دوني ثانية ماشي بس القرار ماشي لك الصوم في مغروسين بمعنى ماشي لك الصداق وإنما دوني ثانية الأمن في جمال يضيم ثمدي أبي غير يطيش أكنا تصدرون بني آدم. ثانيا العبرة ثمز ونص. العبرة في الصناف أيها الإخوة الكرام أن يكسر الإنسان بمحاسبة النفس، أن يحاسب الإنسان تنفسيتيس أولا عن فرائض الله عز وجل وآدابها. الحاجة ثمز ونص أن يحاسب المارس في الفرائض من الإسلام، في 5 صلوات، في صوم شهر رمضان، أن يستعشر على بعد 9 أيام، أن يخدم الإنسان بلون فينانسيي، أن يسكير، أن يخصيص الإنسان الديون ينس، أن يطرم الكبرى في المعاملات خاصة، ولا المعاملة بين الناس ما كانش، يونادي علينا خالص سكن الربا، يونادي يشبه الإسلام، يونادي الحديث عن حقوق المخلوقين والتخلص منها. سكواس على سكواس عندي تقضير اشو ثوار اشو زلزال اشو كسبان اشو ربحان اشو خسران. هذا الفرق افضل ما تشير بكيتشان الى غير ذلك. وهي الامر والسنه التي تخص الانسان هي المعاملات حقوق المخلوقين. هذه هي العبره الثانيه. العبره الثالثه ايها الاخوه الكرام أدي في الإنسان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله بعثه الله عز وجل برسالة الإسلام على سن 40 سنة. ينزل ربي سبحانه عز وجل رسالة الإسلام في النبي صلى الله عليه وسلم. 16 سنة في مكة وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى. 13 سنة في مكة المشركين ذوق انواع العذاب انواع الايذاءات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو صابر محتسب الى الله بعد 16 سنه يريد ربي عز وجل الهجره يهجر بمكه المدينه المنوره مسيره 480 كيلومتر. يقطع النبي عليه السلام يتعاقب مع ابي بكر الصديق فوق جبل يتحدى الصعاب في مسيرة لمدة 5 أو 7 أيام إلى المدينة. نعم هاجر النبي عليه السلام مشوار خطر مكة واستمرار يأسس دين أمة إسلامية. يريد ربي سبحانه عز وجل الهجرة مشروعة. أن يهجر الإنسان وكنا ثغار، أن يطلب العلم، أن ينشر الإنسان الحق. الأمور هذه خلى الناس
في هذا الباب، في باب الهجرة. كذلك أن يهجر الإنسان المعاصي، أن يهجر الإنسان الكفر ويتبدل العبد الظالمين، عبد المعتدين يجي نشران الفساد ديال القاعة. هذه يجي الإنسان ذلابة الصالحة للمجتمع أن ينشر الحق. وإن الأمر بالسير العبرة في السلاح المحطة يجب أن يولي الإنسان ما فعله النبي عليه السلام حينما قدم المدينة. سمعوا النبي عليه السلام في المدينة، قال أهل العلم حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس العباد ضرب بس النبي صلى الله عليه وسلم. أشو سلينا الناس أيها الناس أفشوا السلام وألينوا الكلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. أول حديث يجينا النبي عليه السلام بالمدينة، أرسل ماذا النبي عليه السلام؟ أرسل قواعد السلم، قواعد المصالحة، قواعد الأخوة. يرسل النبي عليه السلام أشوف يبغى المدينة الأسس في إجتماع سنتحقق الأخوة، المودة، المحبة. أيها الناس أفشوا السلام، كل واحد السلام عليكم، صباح الخير فلاك، سلام ربي فلاك، الزهد فلاك. واش فيها والو؟ أفشوا السلام، ألين الكلام ليونة الكلام، أهدر تكلم كلمة طيبة صالحة في حق أخيك، في حق والديك، في حق جارك، في حق مسؤولك. كلمة طيبة، الأقدار، الحرمة، اللحية، ننيف، تربزة، أما أربابك كما يما كما ربك، أما عمي كما جاري كما مسؤوليك، أما عند الزدغر، أما عند النظام. وألين الكلام وأطعموا الطعام، تبادل التهاني والهدايا. خرصت غيريف وين كيشد الملح وتغدى الغارة. اسم العباد السنن القيمة الملح، مراكي خد سنون القهوة، سنون القهوة بخميس، تشير طعام الناس ولا شغل دراجين سوالير. اسم السنن العباد مزورة، القيمة العهد، يتسمي قال العباد مش الشايب ثاب ولاد الملح، ومسوالير الخيانة الزوجية، يتسوالير على مدى الأمور، ومسوالير الحرمة يجي غافل، ومسوالير التبرج يجي الله يسطرنا. أما المدارس أما الشوارع أما الخرمنا، ونسوالنا بركة يديك ورفعات ديال الأسواق ونسوالنا الحياة، أكل الخيانة، إذلاء غير الراعي أكل الرعية. نعم. بعد ما شرب النبي عليه السلام بعد ما رص هذه القواعد بنى الجامع سيدنا رسول الله، بنى الجامع لا مسجد أسس على التقوى في أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا إلى غير ذلك. وبعد أخى بين المهاجرين والأنصار أن ينزل ربي الآية السماوات لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الأمر الثالث أرسل النبي عليه السلام وثيقة دستورية. الوثيقة الدستورية القوانين فلا تسير الأمة الإسلامية في المدينة. نعم، هذه هي الهجرة، هذه هي بعض القواعد الأسس التي تذكر الهجرة. والمحطة الآخرة أيها الإخوة الكرام، هذه علم الإنسان يسلم الوجه يسلم. النبي عليه السلام شو قرأ؟ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. سيدنا رسول الله قال لا جهاد بعد الفتح. خلاص يفتح النبي عليه السلام مكة المكرمة، اليوم أكملت لكم دينكم يتم ربي نعمة الإسلام. وبعد يفتى يغيب يفتى النبي عليه السلام بالحديث شو القرار لا جهاد بعد الفتح ولكن جهاد لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هذه جهاد الإنسان الهوى نفسي في نفس، هذه جهاد الإنسان العدو الشيطان لا يفرقن الوحدة للإسلام ويسع النية. الإنسان جالس تمورتيس جالس للأهليس جالس ربي سبحانه عز وجل بمصطلحات الصالحين الخدمة أيوني شرف الأمور ولا شيء في النية ولا المؤمن الذي يزور
المؤمنين الأتقياء ربي غيكتك من النور ويوميا ربي غيكتك من النور ويوميا الصالحين الأتقياء زي سيرتو بالله الإيمان يكون والو مثل ذكر ربي عز وجل المؤمنين في مطاول إلى غير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.